السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة والهنا على عيونكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. عايزين نبتدي الفيديو كده بتاعنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويا رب كده النهارده الروتين بتاع النهارده يعجبكم ويكون خفيف كده على قلبكم بإذن الله. اول حاجة كده جهزت الفطار وفطرت كده الحمد لله. كان عندي كده بيتزا فاكلت كده قطعة وجنبها كوباية شاي وخلاص. على كده حمدت ربنا على كده الحمد لله. وبعدين بقى هنجهز الغدا كده مع بعض. النهارده يوم المحشي. بس المحشي عندي سهل خالص، مكوناته سهله وموجوده اصلا، مش هعمل يعني حاجه. فهظبط كده معاكم وهنعمل كده اللحمه النهارده بطريقه حلوه قوي قوي قوي. هتعتمديها بقى كده في اللحمه بتاعتك وهتديكي احلى واطعم شوربه بقى ليها علشان تعملي اكلك الحلو بقى المسكر بيها. بس عايزين كده نحط لايك للفيديو، وكمان تشتركي في القناه لو لسه اول مره بتشوفي القناه، والتعليق الحلو بقى اللي هتكتبوه لي اللي هيفرحني ويسعدني قوي قوي. كنت مسيحه كده السمنه، مش انا اللي كنت مسيحاها الصراحه، ماما كانت مسيحه كده السمنه وعملت لي كده معاها يعني. بس فحطيت بقى منها قطعه صغيره اهي. عايزه تستغني عنها خالص عادي براحتك، بس بتدي للحمه بتاعتك طعم حلو قوي قوي. كده السمنه ساحت اهي، وهبتدي بقى ان انا انزل بقى بقطع اللحمه كده. هديها تشويحه، ولسه كمان الخضار اللي احنا كنا بنعمله مع بعض ده هنشوحه برضو معاها، وهنظبط كده الاكل بتاعنا النهارده. الاكله دي لو عملتيها بالطريقه دي هتعجبك جدا جدا جدا. اللحمه بتاعتك هتطلع كده لا غير اي لحمه انت بتعمليها قبل كده. الصراحه انا كنت بحب اعملها كده من زمان، بس بقالي فتره بسلقها على طول، بستسهل بقى اللي هو اطلعها من الفريزر تفك واروح عاملاها على طول في الميه المغليه. او في اوقات ان انا ما بستناش اصلا عليها تفك واروح عاملاها كده وهي لسه مجمده وكده. انما بقى الصراحه دي كنت مطلعاها من امبارح بالليل، ولقيتها بقى فكت معايا وكده، فقلت لا نعملها بقى النهارده مشوحه كده على البوتاجاز علشان ندي كده للمحشي بتاعنا طعم حلو باذن الله، وتبقى حلوه كده جنب المحشي. شايفين بقى؟ هقلبها بقى كده اهو، اعملها على الوشين بحيث ان هي تاخد صدمه كده منها على الجنبين. ونزلت بقى كده بالبصل وطماطم وجزر. هسيبهم برضو كده دلوقتي مع اللحمة لما يتبلوا ويطلعوا كده برضو السوائل بقى بتاعتهم والروايح الحلوة بقى بتاعتهم. عايزة بقى تحطي في الخطوة دي، تحطي بقى فلفل اسود، كزبرة ناشفة، تحطي ورق لورا، حبهان، قرنفل، اي حاجة من التوابل والبهارات والعطارة الحلوة دي حطيها في الوقت ده. بس انا الصراحة مرضتش احط حاجة دلوقتي، قلت لا مش هحطها دلوقتي، انا هحطها مع المية المغلية. الخطوه اصلا اللي انا عملتها دي لو انت حابه تعمليها في قلب الحله نفسها وتروحي نطلع عليها على طول بالميه المغليه اعمليها. بس انا زي ما بقول لكم كنت هستسهل الموضوع وكنت هعملها مسلوقه، وبعدين جيت قلت لا انا النهارده هعمل محشي، فعايزين كده نعمل اللحمه تكون يعني مشوحه كده ونخليها طعمها حلو. فشوحتها زي ما شفتوا، ونزلت بقى كده بيها اهي. شايفين الحاجه اصلا دابت خالص، الطماطم والجزر والبصل دابوا كده في قلب اللحمه. هجهز بقى دلوقتي معاكم المحشي وهنوضبه. النهارده المحشي سهل، اللي هو كوسه وفلفل وبتنجان، يعني من اسهل انواع المحاشي. الصراحه كده لما شفت ولاء كانت منزله فيديو وعامله فيه محشي بقى كوسه، وكان كوسه او كانت عامله فلفل وبتنجان وكده. فالصراحه اتشوقت كده للمحشي بقى، قلت لا مش هينفع يعني ولاء تعمل محشي وانا ما اعملش، طيب ما ينفعش خالص. وقلت لها ابعتي لي طبق، ما بعتتليش. يلا يا ولاء ابعتي لي بقى طبق، ماليش دعوه. وانا هبعت لك بقى طبق من اللي انا عاملاه ده. ولاء اللي انا بتكلم عليها دي اللي هي القناه اللي احنا كنا عاملين تعاون مع بعض قبل كده، اللي هي قناه مع ولاء. عايزاكم تدخلوا لها يا حبايب قلبي واشتركوا كده عندها في القناه، بتعمل روتينات محتواها زي قناتي كده اهو، يعني روتينات بقى واكلات والحاجات الحلوه الجميله اللي احنا اصلا مظلومين في قنواتنا ومش متشافه. فبنعرف بعضنا البعض علشان قنواتنا تتشاف، فربنا يرزق كده الجميع يا رب ونتشاف كده باذن الله. بس فهوضب بقى كده معاكم اهو الخضار. زي ما قلت لكم هعمل كوسه وهعمل فلفل وهنعمل بتنجان. مطلعه كده عينات لان انا هعمل اكل النهارده وخلاص، اللي هي المحشي ده هعمله يكفينا النهارده وخلاص. وعايزه اقول لكم اصلا ان الكميه اللي انا عاملاها دي اتبقت منها، يعني انا مش ببالغ والله. بس احمد عندي اكلته بسيطه قوي قوي قوي، وطول الوقت لا قولوني قولوني. عامل لي روشه بسبب قولونه ده يعني. وانا يعني برضو عارفين الاكل اللي هو المحاشي والاكل عموما بيبقى عايز لمه. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا لما باكل مع ماما واخواتي وكده في لمه الصراحه باكل كتير. يعني باكل، لا مش باكل زي ما باكل في شقتي، بحس ان انا باكل كتير كده. انما وانا في شقتي خلاص هو احمد قام فتلاقيني انا التانية قمت وكده.
اكلتنا بسيطة يعني، فبنعمل حاجة كده على قدنا وخلاص. وعند البنات برضو ما بيشجعوش على الاكل اصلا، فالبيت كله كده يعني البيت كله بقه مقفول. بس فهو بقى كده على قدنا زي ما قلت لكم خلاص. واللحمه بقى انا سايباها كده على البوتاجاز بتتسلق بقى مع نفسها. ومرضتش احط لها اي توابل ولا اي بهارات دلوقتي، استنيت لما اشوفها الاول هتطلع ريم ولا لا. بس الخطوه بتاعه التشويحه بتاعه اللحمه دي بتمنع منها ان هي يطلع لها ريم يعني كده. الريم ده الوش اللي هو بيطلع على وش اللحمه، لازم نشيله اول باول علشان بيعمل زفاره للحمه، وبيخلي كمان الشوربه ما هياش صافيه، الشوربه بتاعتها ما تبقاش صافيه يعني كده. هظبط بقى كده معاكم المحشي اهو. كانت توته بقى جنبي عماله تروش فيا كل شويه، تشد في الموبايل، تشد في يعني تزيح الحامل كده شويه عني، فكانت روشاني خالص. همسح بقى كده المكان ما استخدمت الرخامه. لازم ايدك كده تبقى في الرخامه على طول على طول، ما تقوليش لا همسحها بعد ما اخلص، لا طبعا على ما تخلصي هتكون الرخامه بتاعتك اتبهدلت خالص. فانت لا، خلي ايديكي فيها كده على طول. استخدمتي الحاجه امسحيها ونضفيها، وبعدين استخدمي كده الحاجه التانية على نظافه. حطيت بقى كده اهو للمحشي ملح، وحطيت له كده كمان ميه علشان بس ما يغمقش كده ولا حاجه. وكمان الملح هيظبط كده الطعم بتاعه. جبت بقى كده دلوقتي المبشرة دي، وجبت كده كمان الطماطمايه. قلت هعمل بقى كده دلوقتي الطماطمايه دي هبشرها، لان كان عندي كده رز يعني خلطة محشي. فالصراحة ما كنتش حاسة ان هو فيه يعني طماطم كده كتير، فقلت لا، بدل ما اضرب طماطم بقى في الخلاط وكده، لا انا هجيب طماطمايه واحدة وهبشرها كده بالمبشرة، واروح احطها كده على خلطة المحشي اللي هو الرز ده والخلطة يعني بتاعته كده. الطماطم بقى عندكم في السوق ايه اسعارها؟ الطماطم عندنا كانت السوق اللي فات ب15 جنيه، بس انا جبتها ب12 ونص. جيت السوق اللي بعده لقيتها ب12 جنيه بس في السوق، يعني ابتدت تنزل شوية اهي. ممكن السوق الجاي بإذن الله كان لنا عمر تبقى ب10 ولا حاجة. لسه مش عارفين ايه النظام وايه الغلو بتاع ده. صدق فعلا اللي قال عليها مجنونة. دلوقتي لو واحدة راحت السوق وجابت طماطم، المفروض تفضل ماسكة فيها كده بإيديها واسنانها عن الفاكهة كده كمان. الفاكهة دلوقتي بقى سعرها أرخص من الطماطم بكتير خالص يعني. جبت بقى كده اهي خلطة المحشي اللي كانت عندي، وحطيت عليها الطماطمية المبشورة، ونزلت كده عليها بابريكا وفلفل اسود وكزبرة، ونزلت كده كمان عليها بالبهارات. هنا بقى كنت مقطعة جزر وايه تاني وكوسة. شفت برضو ده عند ولاء كانت مقطعة جزر وقالت بيدي تسكيرة حلوة قوي للمحشي، بيخلي المحشي بتاعك طعمه حلو قوي قوي. فقلت لا يعني ولاء تعمل برضو كده وانا ما اعملش كده، لازم اعمل زيها يعني. شفت بقى ان احنا كلنا بنستفاد من بعض. انا بستفاد منك، انت بتستفادي مني، انا بستفاد من واحدة تانية، والواحدة التانية بتستفاد من واحدة تالتة. فبندي افكارنا لبعض، وباذن الله هنفيد بعض. يعني مش هنفيد بعض بقى يعني بحاجة بسيطة كده، لا ده احنا هنبقى ستات بيوت شاطرة كده ويعتمد علينا في كل حاجة باذن الله. فانا الصراحة رحت عملتهم، وقلت هاكلهم انا كده بالشوكة يعني. حتى بعد ما يستوي الاكل هتشوفوهم هحطهم كده في طبق لوحدهم يعني صغير كده. قلت هاكلهم انا زي شوربة الخضار، بس مش في شوربة يعني. هاكلهم انا كده بالشوكة، وكان طعمهم الصراحة جميل جدا جدا. انتوا هتشوفوا اصلا المحشي بعد الاكل منظره تحفة. كان منظره حلو قوي قوي ما شاء الله يعني، كان جميل جدا جدا. اهو عملت كده المحشي. هبتدي بقى ان انا احشيه بقى كده كله، علشان بقى نخلص من الوقفة دي. ما بعرفش اعمل حاجة وانا قاعدة الا لو اضطريت بقى، اللي هو ما بكونش قادرة خالص ولازم اقعد. بس الصراحة في اليوم ده ما كنتش قادرة ان انا اقعد خالص بسبب توتة كانت واقفة لي في الارض. لو كنت قعدت كانت هتقعد جنبي وتبهدل لي بقى الدنيا. ماما بتقولي قعديها جنبك واديها كده بتنجانية تقعد تلعب فيها على ما انت ما تخلصي. بتنجانية ايه اللي هي ترضى بيها اصلا؟ ده انا على ما اخلص واحدة تكون هي بوظت لي 3 4 5 يعني. فالصراحة بقصر المشوار واقول لا خليني واقفة لحد ما اخلصهم كده وهي ما تلعبش في حاجة ولا بهدل يعني حاجة. هخلصهم بقى كده خلاص اهو. لقيت كمان حبة رز كده متبقيين، فهعملهم كده دلوقتي هروح اجيب لهم فلفلاية تانية، وهروح معبيه يعني فلفلايه بيها، عشان حرام برضو حبة الرز دول لما يترموا. واحنا كده كده عندنا المحشي، لا نعملهم برضو اهو. شايفين حبة اهو، هما يجوا على قد الفلفلايه بالظبط. جيت بقى كده اهو على اللحمه بعد ما شلت بقى الريم بتاعها. حطيت لها ما لقيتلهاش اصلا ريم. جيت اشيل الريم ما لقيتش ريم خالص. حطيت لها كده مكعب مرق الدجاج، وحطيت لها فلفل اسود، وحطيت لها ورق لورا. كل الحاجات دي بتدي ميكس حلو قوي قوي للحمه، وبتخلي كده طعمها حلو.
هزودها كده كمان ميه اهي. وهنا بقى الحوض غسلت كده المواعين اللي كانت فيه، لان الصراحه بغسلها اول باول، بس للاسف ما صورت وما جيتش في التصوير. فالظاهر انا فتحت الكاميرا والكاميرا قفلت بقى وانا مش واخده بالي، فمش مشكله. هغسل معاكم المواعين بتاع بعد الغدا باذن الله. المحشي بقى سايباه يستوي، واللحمه كانت استوت كده وهنقفل عليها. وهنعمل كمان حبه ملوخيه جنب الاكل. ويبقى فضل ونعمه من عند ربنا. كنت هعمل الصراحه لسان عصفور، بس بقى ما عملتش بقى، مش مشكلة. ده شكل الاكل اهو بعد ما خلص، شايفين؟ الاكل يفتح النفس يعني الصراحة يعني. تسلم ايدك يا ولاء والله. انا بصي انا هعتبر نفسي ان انا اكلت عندك. اهو اللحمة وهنا كده كمان المحشي اهو. وده بقى المخلل، لازم كده المخلل جنب الاكل يفتح نفسنا يعني على الاكل اكتر ما هو الاكل يفتح النفس. شايفين منظر اللحمة عامل ازاي؟ ولا المحشي وحلاوته وطعامته، يعني عارفين زبدة كده اهو في البق، طعمه تحفة. وهنا كده كمان الطبق بتاع الخضار ده اللي هو الكوسة والجزر والملوخية. تعالوا اتفضلوا معانا، مش هشوقكم كتير، اتفضلوا معانا على الاكل. اتغدينا كده الحمد لله. شايفين؟ مش بقولت لكم هيتبقى مننا؟ ده اللي اتبقى مننا اهو. وده اللي احمد بياكل الفلفل كده، بياكل الرز ويسيب الكفر بتاعه من بره. وهنا برضو اللحمه اهي. هنا متبقي لحمه، وبرضو كنت سايبه لسه في الحله في لحمه. هفضيها برضو كده دلوقتي معاكم. والمحشي هنا برضو في العلبه اهو، ملوخيه اهي. كل حاجه كده هظبطها. بحب احط الاكل يعني في التلاجة في علب كده، عم بقى ما تحطي بقى في حلل والكلام ده كله، لا. اختصري كده الموضوع وخلي العلب. عم تحطي الحلل، اولا منظرها مش حلو، ثانيا بقى كده كده عليكي وهتغسليها. فاغسليها كده بالمره وخلصي بقى نفسك. هفضي بقى كده دلوقتي حلة الشوربة. اشوف بقى لو فيها لحمة هطلعها، فيها كده كان حتة بين او اتنين. هطلعهم. وهحط برضو كده شوربة اهي. وبقيت الشوربة خلاص بقى، انا خلاص استكفى يعني بالحبة دول، هخليهم عندي في التلاجة. استخدمهم كده في اي وقت. شايفين بقى الحوض كان فاضي. فده بقى الصراحة سهل عليا. انا كنت هكسل وما اغسلش المواعين، بعدين جيت قلت لا، ما تغسليهاش ازاي لما انت عندك حاجات بسيطة. الحوض كان فاضي يا دوبك، بس الكام طبق اللي اكلنا فيهم والحلتين وخلاص، مفيش حاجة تانية. فروحت غسلاهم كده على طول على طول وخلصت منهم. يعني لو سبتهم كان هيتراكم بقى عليهم بتوع العشاء، بتوع بقى اخر النهار كده، لما الواحد بقى بيشرب كوبايه شاي، يشرب كوبايه نسكافيه. إيه كلتي فكهيه، كلتي مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها هتملى لك الحوض تاني. فمش هينفع على كده. فهغسلهم بقى كده معاكم بقى على طول. يلا تشجعي وقومي من تحت البطانيه كده، وبطلي كسل وخمول. وقومي نضفي كده مطبخك، لو في لسه في عندك حاجه في المطبخ ما تنضفتش نضفيها. عندك حاجه لسه ما ظبطتهاش ظبطيها. حبه غسيل، اقعدي كده شغلي كده الفيديو بتاع لولو. وطبقي كده حبه الغسيل واعملي اي شغلانه يعني. المهم ما تقعديش كسيله كده وهمدانه. لا، خلصي كده كل اللي وراكي وربنا هيعينك ويقويكي باذن الله. بس عايزاكي طول ما انت شغاله تقولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلي الكلمه دي في بقك دايما طول ما انت شغاله كده. هتحسي ان ربنا بيقويك وبيعينك ويبعت لك كده ملائكه تساعدك كده كمان. وبرده ما تنسوش الصلاه على النبي. الصلاه على النبي ليها فضل كبير قوي قوي قوي. فانتوا صلوا على النبي كده على طول، قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. برده خلي الكلمه دي على طول كده في لسانكم. إيه، سبحوا، قولوا الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. طول ما انتوا قاعدين قولوا الكلام ده. لو حافظه قران بقى اقعدي بقى راجعي كده اللي انتي حافظاه. كل الحاجات دي هتسليكي وكمان هتخليكي تخلصي كده حاجتك بسرعه وانتي ما انتيش حاسه بيها. فربنا يقويكوا ويعينكوا كده يا رب ويسهل كل صعب عليكم كده يا رب، اللهم امين. كده خلاص غسلنا المواعين. وجينا للبوتاجاز. البوتاجاز بقى اللي ستات كتيره جدا جدا بتيجي لحد البوتاجاز وتكسل، لا انا مش قادره اغسل البوتاجاز، لا انا مش عارفه ايه. لا بصي، بالمره بالمره وانتي واقفه في المطبخ اغسليه كده على طول واخلصي بقى منه. هتقعدي بقى تقولي لا مش قادره اغسله، مين اللي طيب هيجي يغسلهولك؟ ما انت كده عليكي. فمش هينفع بقى، هتخليه بقى لبكره برضه عليكي على دماغك على دماغك. فانا قلت الصراحه هغسله برضه بالمره كده على طول. مع ان يعني الاكل ما عملتش عليه كله. بس قلت لا بالمره يغسل كله برضو. وحطيت كده الطبق ده على العين اللي في النص علشان ما تتبهدلش بقى من الزيوت. ولو احتاجته هشيل الطبق على طول، استخدم العين وبعدين ابقى اغطيها تاني. كان عندي كده كمان البيض ده كنت جايباه كده ليا يوم او اتنين. والصراحه ما شلتهوش في التلاجة، فقلت لا مش هينفع بقى اسيبه. مع انه مش هيبوظ ولا حاجه، احنا في الشتاء يعني وكده. بس واخد مكان على الرخامه. وانا عايزه رخامتي كده رايقه وهاديه وشكلها لطيف وظريف كده يعني. فهرصه كده اهو في التلاجة واخلص بقى منه.
حطي بقى لايك معايا لو لسه كده ما حطيتيش اللايك. شايفين هظبط لكم دماغكم اهو، واعمل لكم كده فنجان قهوه، واظبط لكم كده دماغكم لاخر اليوم باذن الله. احمد بقى هو اللي بيحب يشرب عندي القهوه قوي قوي، فهعمل له كده فنجان قهوه يشربه يعدل له كده المزاج يعني. وانا هعمل ليه بقى انا كوبايه نسكافيه، بس برضو بالقهوه، مش نسكافيه كده ساده، لا هو يظبط دماغه وانا ما اظبطش دماغي، ما يصحش طبعا. فهو بيحب كده القهوه بتاعته تكون مسكره شويه، فانا حطيت له كده سكر زياده، وهعمل لي انا بقى كوبايه نسكافيه زي ما قلت لكم. هحط بقى كده اسمه ايه، حد يفكرني، اللبن البودر. بما انا ما كانش عندي لبن، فحطيت كده لبن بودر، وهحط كده برضو السكر، بحط معلقه دلوقتي سكر، وعايزه اقلل منها كمان اكتر واكتر. فوقت بحط معلقه الا ربع، بس مش كل الاوقات يعني، وسنه كده قهوه صغيره. طب بتخلي طعم النسكافيه الصراحه طعمه حلو قوي قوي. صبت بقى كده القهوة اهي، شايفين الوش بتاعها ولا مش شايفين؟ شايفين الوش حلو ازاي؟ هدوب بقى كده النسكافيه بتاعي علشان اخده واطلع بقى كده بره، احمد يشرب قهوته وانا اشرب النسكافيه بتاعي. وبكده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص معاكم. يا رب كده يكون اليوم كده عجبكم النهارده، واكون خفيفة كمان على قلبكم في اليوم ده. اسيبكم بقى في حفظ الله، بس بفكركم بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حط لايك وتعليق حلو بقى منك كده يفرحني. اسيبكم في حفظ الله، وعايزاكم تتفاعلوا على الفيديو ده قوي 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 قوي، وحطوا لايكات كتيرة.